لم يكن أعداء الإسلام أظهر عداوة للمسلمين منهم في هذه الأيام ولا أقبح ولا أوقح. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ووالله ما يريدون من أمة الإسلام ما هو دون الانسلاخ عن دين الإسلام. والله لا يرضيهم إلا أن نقول ونعوذ بالله أن نقول إن الله ثالث ثلاثة أو عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله ما يريدون سوى هذه الغاية ولو تعددت الوسائل وتدرجت. لما؟ لأن الله قال، وإذا قال الله بطل كل قول وقائل. قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. المعركة يا إخوتي، المعركة ليست احتلال أرض كفلسطين أو العراق، إنما هي شاملة لكل الميادين. هدفها هدف وحيد، طمس هوية المسلم وإذلاله. لذلك فليعلم كل فرد على ثغرة أنه في قلب المعركة. الأب في بيته على ثغرة والأم كذلك، الإمام والخطيب في مسجده على ثغرة، التاجر بماله على ثغرة، صاحب الرأي برأيه على ثغرة، كل مسؤول على ثغرة. فلينطلق كل فرد حسب طاقته يسد ثغرته سرا وإعلانا. ولنترك اللوم لا نجعله عدتنا ولنجعل الفعل قبل القول ميزانا. ليست المعركة سياسية وليست عنصرية وليست اقتصادية، ولو كانت كذلك لسهل وقفها. إن المعركة معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام. لقد عرض على نبينا عليه الصلاة والسلام كل شيء، المال، الحكم، المتاع، مقابل أن يدع معركة